اهلا وسهلا، شرفتوني ونورتوني. انا منى فوزي وهكون معاكم ببرنامج جديد اسمه روشتة موناليزا. ويلا بينا نبدأ اولى حلقات برنامجنا الجديد. حبيت اكلمكم عن زمن جميل كلنا كنا نتمنى نعيش فيه. في اولى حلقاتي بتكلم معاكم عن زمن الجراموفون. الجراموفون او الفونوغراف كلها كانت اسماء لنفس الجهاز، وهي كلمة مشتقة من اليونانية. الجزء الأول منها فون ويعني الصوت، أما الجزء الثاني فهو غراف وتعني الكتابة، عشان يصبح معناها الحاكي أو الكاتب الصوتي. أما عن فكرة الجراموفون فكانت قمع وإبرة وذراع ومقبض دوار متصل بجهاز يسجل ويخرج منه الصوت. هي دي كانت الفكرة والبداية اللي معاها بدأت قصة الجراموفون تظهر للنور، وكانت كمان بداية لفكرة الاستوديوهات اللي ظهرت بعد كده. بدأت الفكرة تداعب خيال المخترع الفرنسي إدوارد ليون سكوت، اللي كان هدفه من الاختراع هو بس دراسة خصائص الصوت، مش تسجيله وإعادة تشغيله مرة تانية. وكان ساعتها الجهاز اسمه فونوتوغراف. ثم حاول المخترع الفرنسي شارل كروس إنه يطور في الجهاز شوية وسماه الباليوفون، وده كان سنة 1877. لكن عمنا توماس أديسون سبقه في نفس السنة واستطاع تحسين قدرات الجهاز عشان يخلي قدراته مش تسجيلية وبس، لا دي يصدر منها انبعاثات تخلينا نسمع الصوت مرة واتنين وتلاتة. واستعان في فكرته باسطوانات معدنية ملفوفة بالصفيح بتلف لما إبرة صغيرة متصلة بغشاء بيهتز من انبعاث موجات الصوت على الاسطوانة المعدنية اللي احنا اتكلمنا عنها، فيتم استعادة الصوت أو شبيه الصوت. ولما الإبرة تلامس الاسطوانة أثناء دورانها تتأثر بالحفر والنقر عليها وتبتدي تلف ويطلع الصوت مرة ورا التانية. الناس دي كانت بتتعب قوي يا جدعان. واتوالت التحسينات للجهاز وللمادة اللي بتتصنع منها الاسطوانة، وده ساعد في زيادة جودة الصوت ونقائه لحد ما في سنة 1925 بدأ تصنيع الجراموفون بمحركات كهربائية، وظهرت بعد كده التسجيلات الكهربائية بصوت أكثر نقاء ووضوح. ثم تطورت الأجهزة الصوتية بالتدريج لحد ما تم للأسف الاستغناء عن الجراموفون. لكن لمين كانت الريادة في استخدام الجراموفون؟ وتعتبر مصر هي أولى الدول العربية لمعامل التسجيل، وده كان سنة 1890، وأولى البلاد العربية اللي سجلت اسطوانات تجارية سنة 1903 أو 1904، وكانت للمطرب عبده الحمولي ويوسف المنيلاوي، وهم أصحاب أقدم تسجيلات على الاسطوانات. وده راجع لأن مصر كانت رائدة للإبداع وبوابة الفن والموسيقى الأولى في العالم العربي. وعشان السبب ده كانت أنشطة التسجيل وصناعة الاسطوانات فيها من الشركات الأجنبية بتحقق أرباح ضخمة. ومع حلول نهاية القرن التاسع عشر كانت أجهزة الجراموفون في مصر قليلة جدا، وفي سنة 1903 حدث تطور كبير في صناعة الاسطوانات، وهنا يجي دور الموسيقار والمبدع محمد فوزي اللي هنتكلم عنه في الجزء الثاني من الحلقة الجاية. أما عن دخول اختراع الجراموفون للمنطقة العربية فحدث ولا حرج. فالفنان الشعبي محمد زويد هو أول مطرب بحريني يسجل أغنية على اسطوانات، وده كان سنة 1929 من خلال شركة بيضافون أبو غزال اللي كان يمتلكها بطرس وجبران بيضة. وكانت الشركة دي بتزور بغداد ومناطق الخليج عشان تتحرى عن المقرئين والمطربين وتسجل شغلهم مقابل أجور تدفعها لهم. زويد اتعلم أصول الغنى والعزف في دار البصرة القريبة من سكنه في داعس اللي هي بيمبي في منطقة اسمها أبو مهار المحرق، واللي رشحه عشان يسجل أولى أغنياته في العراق سنة 1929 كان شخص اسمه محمد بن فارس. وهنا الحقيقة اختلفت الآراء على الناس اللي كانت سباقة في تسجيل أغانيها على الجراموفون في الاستوديوهات التابعة للشركات، واللي كانت بتتنافس منافسة شديدة وشرسة في الوقت ده. لتعلن عن وجودها وبالتالي تصنع لنفسها تاريخ ومجد في خلق هذه الصناعة والترويج لنفسها لاكتساح السوق. وهناك من يؤكد أن أول من سجل من المطربين الكويتيين هو عبد الله فضالة سنة 1913 في استوديوهات بيمبي، وإنه كمان أول مطرب خليجي سجل في القاهرة تبع شركة بيضافون سنة 1929 أغاني زي قلت من لهيب النار وإن هندا يرق منها المحيا. أما أول من سجل اسطوانة من مطربي الحجاز فهو الشريف هاشم العبدلي اللي سجل 5 أعمال لصالح شركة ميشان سنة 1920. ولما قامت الحرب العالمية التانية توقف مطربي الخليج عن السفر للبصرة وبغداد وبيمبي للتسجيل، والحكاية دي وقفت كل حاجة تخص هذه الصناعة لحد ما الحرب خلصت ورجعت كل حاجة زي الأول وأحسن.
لا، ده كمان حصل تطور تاني هائل، هو ان آلات ومعامل التسجيل كلها بقت في البحرين على ايد واحد اسمه محمود الساعاتي واولاده، اللي كانوا وكلاء حصريين لاول 3 شركات تسجيل في البحرين، وهم فودافون وهيز ماستر فويس واوديون، واللي سموها الشركة العربية للاسطوانات، واللي كان مقرها شارع اسمه المهزعة. وكان استوديو التسجيل التابع للشركة بيت من بيوت منطقة اسمها فريج المخرقة. ده كان عن تسجيل الأغاني. أما عن تحويلها لاسطوانات فكانت بتتبعت لبيمبي لوضعها في قوالب، وكانت العملية دي بتاخد شهور. أما عن الحد الأدنى لكل طلبية فكان 50 اسطوانة من النوع اللي كان بيسمى ساعتها بالحجر، وده لأنها كانت ثقيلة جدا. أما عن القصص الطريفة لأهل الخليج بخصوص موضوع التسجيلات في الاستوديوهات، فإن أهالي فريج المخارقة بالمنامة قدموا شكوى للشرطة ضد استوديو الإخوين ساعاتي بحجة إن أصوات الغنى والآلات الموسيقية بتسبب لهم الإزعاج وقلة الراحة. فتم عرض الموضوع على مدير الشرطة وقتها، وكان اسمه العقيد علي ميرزا، اللي أمر بتفكيك آلات التسجيل وحجزها. وساعتها لجأ الإخوان ساعاتي لحاكم البلاد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، واللي نصحهم بالتفاهم مع أهالي فريج المخارقة. لكن أهالي المخارقة رفضوا التفاهم معاهم، عشان كده لجأوا للمستشار تشارلز بلغريف، اللي طعن في عملية الحجز والمصادرة لأجهزتهم عشان ما تمتش بأمر من المحكمة وما حصلتش بشكل قانوني سليم. وبكده تكون عملية الإنتاج رجعت تاني في شركة الإسطوانات العربية. وبعدها انفصل الأخوين عبد الحسين ساعاتي وعبد الرحمن عن بعضهم، ليؤسس كل واحد منهم شركته الخاصة للتسجيل. والحقيقة إن آل ساعاتي ليهم الفضل الأكبر والدور الأهم، مش بس في صناعة النهضة الغنائية في البحرين عن طريق التسجيل وإنتاج الإسطوانات، لا، دول ساهموا كمان في تسهيل الطريق لغيرهم عشان يدخل المجال وياخد مكانه فيه. وبكده تكون فترة الخمسينات والستينات شهدت ظهور شركات ومعامل تسجيل غنائية كثيرة. والمصادر التاريخية بتقول لنا إن المطرب عبد الله فضالة عمل في إذاعة البحرين لمدة 4 سنوات، وسجل فيهم العديد من الأصوات والسامريات واليمنيات زي غرد حمام الغصون ويهل المحبة، وده كان في البحرين لدى شركة سالم فون وإبراهيم فون. ومن القصص التانية الطريفة بخصوص الجراموفون إن العواجيز زمان كانوا بيسموه الصندوق الأسود، وكانوا بيخافوا منه جدا وكأنه مسكون بالجن، وده لأن قبل سنة اختراعه ما كانش فيه حد يصدق إن فيه جهاز يقدر يسجل اللي يتقال ويتعاد سماعه مرة تانية. ولحد هنا يكون الجزء الأول من الحلقة خلص، وإليكم الروشته. لو عندك جراموفون انت من الاشخاص المميزين اللي بيحاولوا يحوطوا على بقايا الزمن الجميل عشان ما يهربش منهم. امسك جراموفونك، ثبت عليه، ايوه خليك كده لحد ما اجيلكم واكمل لكم الجزء الثاني من الحلقة. وما تنسوش اللايك الجميل والشير ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد.